واخيرا السي وليد الركراكي سمع الهضره ديالنا وطبق الهضره اللي قلنا له، والحمد لله ضربنا زامبيا بالثلاثيه. السلام عليكم الاخوان، معكم منتصر الكره، ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو نستاذ معكم واحد لايك، سبسكرايب وشي تعليق زوين. اليوم نهضروا ان شاء الله شويه على مباراه المغرب وزامبيا، كيفاش انه اليوم قدرنا انه نربحوا نتيجه اداء. هاد النتيجه دي صراحه زوينه بزاف وجات في الوقت المناسب قبل مباراه دور 16 اللي غتكون حاليا تونس رابحة، دونك غادي نطيحو ضد السودان، واللي خصنا نديرو يكون هو المنتخب السوداني. قبل كل شيء صراحة الركراكي كيفاش كتسمع لهضرتنا شنو كيطرا. الحمد لله اليوم تبت للجمهور انه فريمون امرافت هو كان المشكل الحقيقي، هو وداك الجواد الياميق، حيت انهم كانوا ديما كان واحد الثقل عندنا في الوسط والدفاع. اليوم بحضور ناسينا واللقطه فرجعنا عينيوي كلاعب سيس الوسط قدر انه يتحرر، وقدرنا انه نبنيو اللعب عن طريق المدافعين بجوج اللي كيعرفوا يلعبوا برجليهم، وكذلك العناوي اللي كيعرف كيفاش يخرج كره للقدام. فمثلا بزاف د اللقطات شفنا انه كيفاش عناوي عقلته مثلا مع امرابط، فكنا كنشوفوا انه ديما الكره كترجع له باص ما انه باص للقدام. مع العناوي شفنا انه كان ديما كيحل لنا اللعب عن طريق اللعب للقدام. كان مثلا في اللقطه ديال انه فاش طلق الاناحي وناحيه تلقى الزلزولي طلق باص كذلك. فانا كنا كنشوف واحد التحول ميداني للمنتخب المغربي. فاليوم السويد الركراكي لعب بخطة الربعة 2-3-1، حيت انه في الحراسة كان عندنا بونو، قلبي الدفاع كان كل من ادم ماسينا ونايف اكرد، الاظهرة كان عندنا محمد الشيبي احسن ظاهر في افريقيا، واللي قدم مباراة كبيرة حيت انه لعب كرايت باك وليفت باك في الشوط الثاني. شفنا كذلك المزراوي اللي لعب يومين في باك نظرا لاصابة صلاح الدين بالحمى، الله يشافيه من هذا المنبر. وبالنسبة لثلاثي الوسط فكان عندنا مكون من كل من العناوي كمحور، والصابري وناحي قدامه. وثلاثي الهجوم كان عندنا كل من ابراهيم دياز، ايوب الكعبي والزلزولي. احسن تشكيله هي اللي قدرنا ندخلوا بها، حيت انه الاطراف عندك قويه، الاظهره قويه، الوسط قوي، الدفاع لا باس به. وكذلك عندك واحد راس الحربه اللي زوين، حيت اليوم الكعبي دا مو ماتش كبير، لا من ناحيه الاهداف التمركز ديالو كيفاش انه كيبقى يعاون الفرقه. قدم اليوم الكعبي ماتش كبير، والكعبي اخيرا سنحت له فرصه انه يثبت راسه في كاس افريقيا. لكم ان تخيلوا انه من عند كاس افريقيا 2019 2021 2023 الكعبي جاتو الفرصه ثاني يثبت لينا بانه مهاجم زوين. اخوان عندي واحد الهضره، متاكدين انه ابراهيم دياز اصله اسباني، باش الدرب تبارك الله ديك الحراره وديك القوه باش تلعب معنا بها. اللهم بارك الاخوان، سيت كيفاش كيتقاتل، كيفاش داير اكثر من جهده باش اننا نربحوا. صراحه اليوم ابراهيم دياز لا من اليوم لا من الماتش ضماني ماتش الجزر القمر عجبني بزاف، ثبت راسو انه فريمون كافئ في ديك البلاصه. حاليا ابراهيم زعما كنظن عنده 18 هدف معنا، لا ماشي 18، عنده والله ما عقلت صراحه. دابا نحط الاحصائيه هنايا عندي شحال من هدف ليه معنا. حتى اليوم المنتخب كان عنده واحد النزعه هجوميه قويه، لا من ناحيه الضغط العالي اللي كنا كنطبقوه في الكاري دي زويد ديال زامبيا، حيت انه زامبيا كانت كتبغي تبني اللعب عن طريق الحارس والدفاع. فهنايا كانوا الأجنحة ديالنا والخط الوسط والمهاجم كيديروا واحد الضغط عالي تما، وكنستخلصوا الكرة. فبزاف د اللقطات شفنا أنه المغرب كان ديما كيجبد راسو في دوك اللقطات. كذلك السيباري اللي رجعناه فاش رجعناه كلاعب 8 قدم مباراة اللي كبيرة، لا من حيث ترجع الكرات بناء اللعب، رغم أنه كان كيغلط في شي لحظات، ولكن قدم واحد المباراة عامة اللي كانت زوينة بزاف. وناحي اليوم صراحة ما كانش في أحسن نسخة ليه، وإذا كنقولها وناحي في هاد النسخه ما كيعطيناش ديك النسخه اللي كنعرفوها عليه، وكان صراحه عوضنا وعطانا جوج ديال زاسيت، هو اللي كنظن كان دار الاسيست الهدف الاول وهو دار الاسيست الهدف الثالث. يعني هو كذلك تبارك الله عليه، حطيتيه 6 كيلعب، حطيتيه في 8 كيلعب، حطيتيه في 10 كيلعب، مقاتل تبارك الله، جوكر في الملعب. كن- كنستعجب حرفيا دوك الناس اللي كنتلاقى. وكان العناوي ماشي واعر، ما تلقاش بيليغريني طالبو في روما، وفريمون كان العناوي ضعيف. والناس اللي كتفرجوا في روما راه غيشوفوا بلي العناوي كيلعب 10 كيلعب 6 كيلعب 8، لاعب متعدد المراكز في الوسط واعر صراحه. محمد الشيبي الاخوان سالت عليه الهضره، اصلا اساسا باش تعرفوا مشى لمصر خد افضل ظاهر في مصر، احسن ظاهر في افريقيا، قاد الفرقه ديالو ديال دوري الابطال مع المنتخب كيلعب معاك بكل جهد صراحه. واليوم صراحه دخل وثبت راسو انه من الركائز، وقدروا نعولوا عليه في الاقصائيات.
ان شاء الله نتمنى انه نديرو فيها شي حاجه زوينه. مزراوي كذلك اللي كيسكتني في هذه النسخه، ما كنتش اكثر الناس اللي كيكرهوا مزراوي. انا ما مش كنكرهو، انما ما عمرو مززكني كما كنقولوا، داك اللاعب اللي كينغمك في التيران. صراحه فاش كتصيفر كاس كيسكتني، كيقدم اداء كبير، لا من رايت باك ليفت باك، قادر يلعب في الوسط، قادر يلعب كدفاع حرفيا. وفي واحد اللحظات كنا كنشوفوا انه كيتحول لمدافع ثالث، حتى كل من ماسينا واكر. كذلك الزلزولي ما فهمتش اصلا علاش الركراكي ما كانش كيدخلوا في جوج الماتشات الاولى. لاعب اساسي مع فريق ريال بيتيس، واعر من ناحيه المراوغه وكيفاش كيقصدك للكاري وكيعطيك الكره. من احد احسن الاجنحه في الدوري الاسباني. اليوم تبت راسو. والكعبي كذلك ملك الكوتسيزو في العالم صراحه، وقد وصل لهدف 15 اللي عن طريق ضربة مقص. لاعب صراحة واعر الكعبي، وثيقوا بيا الدراري، لا الكعبي ان شاء الله غيسالي هاد الدورة هو الهداف. الا السر كراكي ما بغاش يتفلسف. كنهضروا الايجابيات اللي عجبوني كما قلت، هو الضغط، صافي الضغط، كذلك التحولات، كيفاش اللعابه افيكاس قدام الشبكه. دابا الاخوان يهضروا على السلبيات اللي ما عجبونيش. بداية صراحة من الأنانية ديال اللاعبين. شفنا في واحد اللقطة كيفاش أناح يلعب بالأنانية. كان يمكن يطلق الصباري في واحد الكرة، أنا إلا لقيتها غادي نحطها لكم. كان يمكن أنه يطلق الصباري كرة، ولكن هو فضل انه يطمع وتلقاه في الاخر الزلزولي. واخا الزلزولي لعبه زوينه، كان من الممكن انه يتلقى للصباري ومنه يجينا هدف صراحه. كذلك انحي في واحد اللقطه فين كان الزلزولي كان منه خصو يعطيه، تقل الكره وعطاها له وعاق بين المدافع. وكذلك الزلزولي في واحد اللقطه كان يمكن انه يباصي ولكن صعبها عليه. هادو صراحه من ناحيه. من الناحيه الاخرى اللي هي مازال عندنا مشكل، كيفاش غنقول لكم، هجوميا عندنا تشكيل مثالي. عارف فاش داك التشكيل كيتحول للدفاع. وليد الركراكي كيلعب بالربعة واحد في الوضعية الدفاعية. في الربعة واحد كيوليو عندنا. غنحاول اخوان نرسمها في ورقة ونحطها لكم هنايا باش تفهموني. في ربعة واحد كيوليو عندنا مساحات بزاف بين الوسط والدفاع. كيوليو عندنا المساحات سواء من اليمين سواء من اليسار. باش وليد الركراكي يحيد هاد المشكل هذا، انا من وجهة نظري كاين ثلاثه الخطط تقدر تحيد بهم هذا المشكل. الوضعيه الدفاعيه عندك انك تلعب بال4-5-1، حيت انك كتحط خمسه د اللعابه في الوسط ومنها كتغلق جميع المنافذ على الخصم ديالك. ولا انك كتلعب بخطه ال5-4-1، حيت انه الكاستر ديالك كيهبط كقلب دفاع، وكتلعب بالاجنحه كيهبطوا حتى هما من الوسط، وكتولي كتلعب ب5-4-1. تشكيله زوينه دفاعيا، وفي المرتدات راه غادي تنفعك. ولكن بالنسبه لي الاخوان، امثل تشكيله يقدر وليد الركراكي يحاول يديرها في الوضعيه الدفاعيه هي اننا نوليو نشوفوا 4-4-2. الكعبي ودياز يكونوا كمهاجمين يحاولوا يضغطوا على الخصم باش يحيدوا له الكره في الوضعيه الدفاعيه. يكون عندنا رباعي في الدفاع ورباعي في الوسط. بالضبط الفرق بين المنتخبات في الوضعيه الدفاعيه كيديروا هذا التشكيل هذا، اللي في نظري شخصيا احسن تشكيله، حيت كيكون تقارب بين الخطوط، والادفيرسير ما كيلقاش كيفاش يستسلك كما كنقولوا. صراحه انا هادشي اللي عندي. الماتش الجاي عندنا ضد السودان، ماتش صراحه غيكون زوين. انا ما كنظن ان شاء الله غنربحو. نتمنى وليد الركراكي، نتمنى وليد الركراكي، نتمنى وليد الركراكي باش ثلاثه المرات ما يتفلسفش. صافي لقيت شي 11 ديالك اللي غادي تقد انك غتلعب بهم كره زوينه. حاول شنو تحسن غير الافكار الدفاعيه ديالك. الا كنتي مدرب دفاعي ما نخافوش عليك من هذه الناحيه. حاول تحسن دوك الافكار، وان شاء الله راه ما يكون الخير. ان شاء الله كنتوقع ان غادي نربحو السودان 2-0 ان شاء الله. هذا هو التوقع ديالي. وهادشي اللي كان الربع نهائي وفات كل هضره. بدات شويه دابا الخلعه، شويه كتشدك دابا ضرب طيح. كاين شي ضحك الاخوان. الحلم دابا كيولي على بعد 3 الماتشات. يا ربي يا ربي يا ربي هاد العزيه تبقى في المغرب يا ربي. هادشي اللي كان. انتظروني ان شاء الله. غنحاول الاخوان ان دابا هاد الفيديو غيتحط في الليل 3 كنبغي نحط هاد الفيديو. نحاول الاخوان الخميس ولا الجمعه ندير ملخص الجوله الثانيه والثالثه، ونشوفوا واش صبت في التوقعات ديالي ولا غلط. ونحاول السبت ندير فيديو على البارسا، والحد ندير فيديو على المنتخب، ولا الاثنين. فراني فريمون الاخوان مضيع عليا ساعه بيريود لي زيكزام خصك تبريباري. نحاول ان شاء الله نوازن الوقت. راه صعيب صراحه انا كنتفرج وفي نفس الوقت تبريباري. هادشي اللي كان في هاد الفيديو. كان معكم منتصر الكره. تهلاو.